السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب القمر، عاملين ايه؟ لو انت عندك عيش بايظ زي ده اوعي ترميه، او ناشف كده اوعي ترميه. النهارده هنعمل منه اكل حلوه جدا جدا، شايفين عامل ازاي؟ وهتعجب ولادكم وهتدعوا لي فعلا. وده للبنات الامارات اللي مش بتعرف تعمل الاكله دي باسهل طريقه واسرع وقت. دلوقتي انا هنا عندي العيش البايت بتاعي اهوت، وعندي كوبايه لبن صغيره حط عليها معلقه سمنه، وكان عندي بواقي لحمه مفرومه وجبنه تركي على جبنه موتزاريلا ومعلقتين صلصه احط عليهم ملح وفلفل اسمر. ده فلفل حامي اختياري، وعندي هنا فلفل كوبي وطماطم متقطعه قطع صغيره وزيتون وكام صباع صدق. احنا النهارده بقى هنعمل ايه في الاكله الجميله دي؟ هنعمل بيتزا بطريقه سهله جدا 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 للبنات الحلوه اللي نفسها تعرف تعملها ومش عارفه. انا دلوقتي عندي الصينيه بتاعتي دهنتها سمنه. انا هجيب بقى هنا ايه العيش البايت بتاعي زي ما انتم شايفين كده. احنا هنعمل بيتزا بطريقه صدقيني فعلا سهله جدا جدا، والبنات اللي ما بتعرفش تعملها ونفسها تعملها هتدعي لي بعد الوصفه دي. انا بجيب العيش دوت ليه اللي هو المفروض ده. انت لو عندك اي عيش تاني اهم حاجه تفتحي قلبه وتحاولي كده ترصيه في الصينيه كويس اهو. بصوا انا هرص العيش بتاعنا كده في الصينيه. دلوقتي انا هنا حطيت شويه لبن اهوت على العيش، شايفين نص الكميه، شايفين؟ وهعمله كده اقلبه زي ما انتم شايفين بحيث ان العيش يبوش جواها، العيش يبوش جواها اهوت. دلوقتي اهو شايفين انا حطيت اللبن بتاعي. دلوقتي شايفين يا حبايبي اهوت. انت بقى لو لقيتيها محتاجه تاني ميه بس هي دي حلوه جدا. انا هاجي هنا بقى احنا هنعمل الوصفه دي طريقه البيتزا سهله جدا لكل البنات اللي مش بتعرف العجين ولا حاجه. دي حطي شويه صلصه كده، اي صلصه عندك. انا هنا احط عليها ملح وفلفل اسمر، هعملها كده كلها في الصينيه زي ما انتم شايفين. احنا هنا بنحاول نعمل البيتزا بطريقه سهله. لو انت نفسك تعمليها ومش عارفه من العجين او مش عارفه تعمليها ازاي، والله بالعيش دي هتطلع حلوه جدا وهتعجبك وهتدعيلي وتعجب. لو انت لسه عروسه هتعجب جوزك، لو انت بتتعلمي بقى في مامتك واخواتك هتعجبهم برضو، لو انت بتجربي لاولادك وصفات جديده هتعجبهم. انا هنا حطيت زي ما انتم شايفين اهوت الصلصه. هاجي بقى اعمل ايه؟ انا كان عندي شويه لحمه مفرومه معصجاها، يعني كنت عامله مكرونه واتبقى مني دي، فانا هحط شويه كده اهو. هنا هقسمها كده. دي بقى احنا هنحط المكون، اي مكون عندك، مش شرط بقى تحطي لحمه مفرومه، اي حاجه اللي موجود في البيت، ودي سهله وسريعه ومش هتكلفنا كتير. انا حطيت اهو زي ما انتم شايفين اهو اللحمه المفرومه. كمان احط كلها وافردها كويس كده. والله بجد هتعجبكم جدا وسهله، وهتتعمل على البوتاجاز لو انت عايزه. لو عايزاها في الفرن اعمليها في الفرن، بس في البوتاجاز اسرع واسهل، وهتعملي اسرع واسهل بيتزا في ثواني. ده اهو. هاجي بقى هنا عشان انا ارش شويه فلفل. انا عندي هنا فلفل كوبي، لو انت عايزه تحطي فلفل حامي عادي، انا عشان الواد ابني الصغنن الجميل ده بيحب الفلفل الحامي اهو. هحط له شويه اهو. هاجي هنا احط شويه. انا هنا بقى مقطعه الطماطم. ايه احنا قلنا هنعملها بشكل جديد، مقطعه الطماطم قطع صغيره مش مقطعاها حلقات. كل حاجه هنعملها النهارده بشكل جديد هنا. بجد هتاكلوا احلى بيتزا في اسرع وقت. هنا هاجي هنا احط زيتون، شويه زيتون شايفين. حاجه بقى ايه عظمه اهو. خلي لي الصدوق. هاجي بقى هنا انزل عليها. انا عندي هنا جبنه تركي على جبنه موتزاريلا. هنا بقى ده عندي العيش اللي كان ناشف، مش شرط على فكره تحطي عيش ده، هحط عليه بقيه اللبن اهو وهسيبه بقى كده يبوش. وبعد كده هنزل عليه بالصلصه. دلوقتي انا اهوت حطيت طبعا اللبن على العيش والصلصه. هنزل بقى هنا بقطع الصدوق اللي كانت عندي. احنا هنعمل ايه بقى بعد ما نخلص كده؟ بنسيبها قيمه مثلا 5 دقايق ولا حاجه العيش بس يبوش، وهتحطيها هتاخدي والله العظيم بجد هتعجبكم جدا جدا وهتعجب ولادكم والبنات الامارات اللي هي لسه بتتعلم دي. ومش شرط حطي اي حاجه عندك ان شاء الله، ميكس جبنه اي حاجه. الاكله دي كلنا عندنا عيش بايت، ما عندكيش عيش اللي موجود مثلا اللي انت لسه جايباه، اي حاجه في البيت. طبعا كلنا عندنا طماطم وفلفل، معظم الحاجات دي موجوده يا ستي. ما عندكيش صدوق لحمه مفرومه، عندك فراخ بايته اولادك مش راضيين ياكلوها، فصصيها قطع صغيره وحطيها. لحمه اي حاجه. دلوقتي هنحط بقى ايه الفلفل اهو زي ما انتم شايفين اهو كله. الفلفل حامي عشان الواد اللي بيحب الحامي. بس انا كده
طماطم. احنا قلنا ان النهارده كل حاجه مختلفه. ماشي. هنزل بقى بالزيتون بتاعي اهوت اللي باقي، عشان ما عندكيش زيتون مش لازم تحطي كده. هنزل بقى ببقيه الجبنه. زي ما انتوا شايفين. انا بقى هسيبها قيمه 5 دقايق العيش بتاعي، عامل زي كانك بتعملي العيش بتاع الفته، يشرب خالص اللبن اللي انا حطيته له، وبعد كده احطها على الفرن تستوي، على اللون قصدي على البوتاجاز من فوق تستوي، وبعد كده اقوم جايه حاطه الوش بس على الفرن على الشوايه يتحمر. دلوقتي انا سبتها حبايبي 5 دقايق لحد ما باشت خالص. شايفين العيش بقى بايش. انا هحطها على النار من فوق، عايزه تحطيها في الفرن براحتك. انا هحطها على البوتاجاز من فوق على النار هاديه جدا، وبعد كده احطها تحت الشوايه تتحمر. دلوقتي اهوت انا هحطها على النار على البوتاجاز على النار هاديه. انا هغطيها عشان تستوي كويس، وهسيبها لحد ما تستوي كويس جدا، واقوم جايه بعد كده احطها تحت الشوايه تاخد لون. دلوقتي حبايبي انا هفتح ابص عليها. شايفين يا على العظمه والروعه. شايفين والجبنه بدات تسيح، وعايزه اقول لكم ان الريحه خطيره. دي الحبايب الامارات اللي هم بيحاولوا يتعلموا البيتزا باي طريقه وتطلع حلوه، وهتعجب ولادكم جدا جدا جدا، وما بتاخدش وقت طبعا، وحلوه. وفي نفس الوقت ان انا ما بعرفش اعمل عجينه او اي حاجه، لو انت لسه عروسه جديده ومش عارفه تعملي، اقسم بالله الريحه عظمه، وهي شكلها اصلا عظمه. شايفين. واول لما تبدا تستوي معايا انا هحطها تحت الشوايه تاخد لون. دلوقتي ده انا حبايبي هشوف. شايفين واو البيتزا التانيه اللي بالصدوق دي طالعه روعه بجد. شايفين عامله ازاي حلوه جدا جدا جدا. دلوقتي هما الاثنين عنده يستووا، انا هحطهم تحت الشوايه ياخدوا لون، وتعالوا نشوف هنقدمهم ازاي. شايفين يا حبايبي ده شكلها بعد هي لسه سخنه، لما اول ما طلعت من الفرن شايفين عامله ازاي يا العظمه. ودي كمان بصوا شايفين عامله ازاي. ويا رب يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناه بتاعتي، والف هنا وشفا. مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب القمر عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هتحطي اللبن على العيش الناشف، هيعمل لك احلى بيتزا ممكن تتخيليها، وباقل المكونات، والحاجات دي كلها موجوده عندنا في البيت. شايفين عامله ازاي، ودي شايفين عامله ازاي. بجد بجد طلعت حاجه روعه وتحفه. ولو عاوزين تعرفوا انا عملتها ازاي، انا منزله الوصفه كامله على اليوتيوب. واتمنى ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناه بتاعتي. وبالف هنا وشفا. مع السلامه.